الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العالمين. أحب أن أذكر بأن هذه التظاهرة المباركة أتت على خلفية ما تعرض له ديننا ومقدساته ورموزه من الهجمة الشرسة التي تنكرت لكل خلق وكل نظافة وكل أدب، وتحلت ببالغ الوحشية، وتحلت بوقاحة لا نظير لها. تأتي هذه التظاهرة على هذه الخلفية التي ليست جديدة في حقيقتها، وإن كانت ملفتة في صورتها. هذه الهجمة الشرسة التي يتشدق ويتحلق أصحابها ومعهم أذنابهم وذراريهم بأنهم أصحاب حضارة وأصحاب خلق ورقي وتقدم ودماسة، فإذا بهم يسقطون إلى الحضيض البهيمي في التصدي لمقدسات هي أبعد منهم، وأهلها لا يسيئون لهم بشيء. هذه التظاهرة كغيرها من التظاهرات التي أجهدت في العالم الإسلامي خاطبة بسبب هذا العدوان غير المبرر، هذا العدوان الذي لا يبرر بشيء إلا بما برره به الله سبحانه وتعالى. وأحب